في حلقات لتوم وجيري بيقولوا عنها مفقودة أو ممنوعة من العرض، بتوصل حوالي 35 حلقة. والنهاردة هقول لكم على حلقة مفقودة باسم القط السماوي. لو عاوز تعرف تابع الفيديو. في البداية مش هقدر أعرض لكم الحلقة لأنها محظورة، جربت أعملها قبل كده ولقيتها محظورة. المهم الحلقة اتعرضت سنة 1949. في البداية اتعرضت الحلقة على التلفزيون، بس بعدها اتمنعت من العرض في دول كتير. وبيبدأ الفيديو بتوم نايم جنب الدفاية، فبيظهر جيري وهو بيتسحب من جنب توم عشان ما يحسش بيه، ولكن توم هيطلع صاحي أصلا وهيروح وراه ويحاول يضربه بالسكينة، وهيجري وراه وهيسحب السجادة اللي على السلم وهيسحب البيانو معاه. انا معرفش حصل ازاي، بس ده كرتون. المهم هينزل على توم وينهي حياته، وبعدها هيظهر سلم كهربائي لونه اصفر كأنه راح الجنة، على اساس الجنة بيروحوها بسلالم يعني. المهم هيطلع فوق للسما وهيلاقي فوق السحاب مكان غريب، وهيشوف قطط شبهه داخلين المكان ده، وهيظهر قط عند مدخل المكان ده، والقط جاي له قطط داخلين بالدور كأنهم داخلين حفلة، وبياخد اساميهم. ولما يجي توم هيحاول يتسحب عشان يدخل، بس القط هياخد باله وهيشوف في الكتاب اللي معاه حياة توم، وهيقوله انه كان بيأذي جيري وبيضربه وكده مش هيدخل الجنة اللي لما جيري سامحه، وعرض له مشهد من الجحيم. وبيظهر الكلب سبايك بمظهر شرير كأنه الشيطان، وماسك في ايده شوكة، وبيكلم توم انه هيعذبه. فتوم ملامحه بتتغير كأنه إنسان، والصورة دي خوفت الأطفال جدا. المهم اداله ورقة المفروض إن جيري هيمضي عليها إنه مسامحه، ونزله الأرض تاني، واداله حوالي ساعة عشان يقنع جيري فيها إنه يمضي على الورقة. ولما بينزل الأرض بيفكر إن ده كان حلم، فبيلاقي الورقة في إيده وبتظهر ساعة، وصوت القط بيفكره بالوقت وبيقول له بسرعة يا توم. فتوم بيروح لجيري ومعاه تورتة، فجيري بيشاور له التورتة دي ليا، فبيقول له أيوة، فبياكلها ويدخل بيته. فتوم بيتعصب ويجيب جيري من بيته ويديله الورقة بالعافية عشان يمضي عليها. فجيري بيقلب الحبر في وش توم، وتوم بيتعصب ولسه هيهجم عليه. بيظهر الساعة، فبيحاول توم يمضي بدل جيري، فبيظهر ضوء من فوق والقط بيقول له اوعى تعمل كده. فبيروح لجيري بالورقة ومعاه جبنة وبيشاور له امضي وهديلك الجبنة. فجيري بيتعصب وبيقطع الورقة، فبيخاف توم وبيمسك جيري ولسه هيضربه. بيظهر الكلب سبايك، فبيخاف توم ويجمع الورقة وبيتحايل على جيري عشان يمضي على الورقة قبل الوقت ما ينتهي. وفي النهاية بيمضي على الورقة، بس بعد ما الوقت بينتهي فبتنفتح حفرة من الأرض وبينزل توم عند الكلب سبايك، وسبايك بيكون فرحان وبيقعد يضربه بالشوكة. وفي الآخر بيطلع إن كل ده مجرد حلم لتوم وهو نايم جنب الدفاية، فبيتلسع منها بس بيصحى ويلاقي إنه كان حلم، فبيفرح وبيروح لجيري ويخبط عليه. فلما بيطلع بيمسكه ويبوس فيه. فجيري في النهاية بيشاور للمشاهدين اللي هو فيه ايه انا مش فاهم حاجة. وده كانت قصة حلقة من حلقات توم وجيري المفقودة. لو عجبك الفيديو اتمنى تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. مستني دعمكم. سلام.